صباح الخير واهلا وسهلا فيكم باسرار ورده. اليوم عندي ناس على الترويقه على الفطور، واحترت شو بدي اعمل، فقررت اعمل مناقيش. اعمل انا الخلطات بالبيت وبنزلهم على الفرن وبنعمل المناقيش. يلا خلونا نبلش بتحضيرات الخلطات يلي بدنا نعملهم للمناقيش. انا حضرت البندوره، فرمتها فرم صغير صغير. هون حضرت لك كرمال مناقيش البندوره وبصل. مناقيش البندوره وبصل رح نعملهم مثل العاده، بس رح زيد عليهم شي بسيط كتير. قالوا لي انه ممكن يكون اطيب. هون عندي مية البندورة يلي بقيت من البندورة اللي فرمتها. كان في اهرس البندورة اطحنهم او ابرشهم، بس انا خلص بما انه طلع عندي مي من البندورة فهي اللي رح استعملها هون لاعمل مناقيش الكشك. وهون السبانخ مثل ما قلت لكم، مثل هلا حفرجيكم كيف غسلتها وكيف قطعتها وعصرتها. هيك شلت منها المي وفرمت عليها تقريبا تنتين ورقتين بصل اخضر. من بعد ما غسلنا السبانخ بنحط لهم رشة ملح وبنفركهم منيح منيح، بندعكهم وبنرجع بنعصرهم، بيروح منهم كل المي وبزم حجم السبانخ. هيدول 3 ربطات صغار، يعني تقريبا بيطلعوا اقل من نص كيلو. بس هلا هيدا الحجم يلي شايفينه رح يزم على الاخر، ممكن يطلعوا هيك عصورة صغيرة يعني. مثل ما شايفين ندعكن منيح. كل ما نحن عم ندعكن كل ما حجمهم عم بقل. هيك لما بدنا نعملهم بالفطاير بتصير العجينة تمام، يعني مش بتكون ما بتزل مي السبانخ، بصير ينزل منها مي على العجينة بتبطل تستوي وبتعجن. هيك خلص بنكون تخلصنا من كل المي. وهيك من بعد ما دعكناها منيح منيح نعصرها منيح قد ما فينا لتصير هيك مثل العصورة طابة صغيرة، ونحطن على جنب. وهيك لحتى نخلص هيدي الكمية. هيدي كمية السبانخ كلها يلي كانت بهيدا الجاط الكبير، وهيدي المي يلي نزلت منها. شفتوا قد ايه هيدي العملية مهمة لحتى نشيل المي من السبانخ. هلا السبانخ صارت جاهزة، نعمل لها الخلطة اللي بدنا اياها. يلا رح بلش طبق بالخلطة البندورة وبصل. خلطة البندورة وبصل هون كمان فرمت بصل يابس ناعم كتير كتير. تقريبا هون عاملة انا لمقدار شي 5 أو 6 مناقيش، طبعا كبار عم نحكي المنقوشة العادية. عندي هيدي هون حطيتلها يعني بدنا نقول شي 3 حبات كبار بندورة، بدهم حبة بصل وحدة مفرومة فرم صغير. مثل ما شايفين انا اخلطهم منيح وبزد لها هلا تتبيلتها. ما بدنا نكتر البصلة، في ناس بتقلل بصلة كمان شوي صغيرة بتدبلها على النار قبل ما تحطها للبندورة وبصل، بينفع بيمشي الحال، مجربتها كمان طيبة. رح ارجع ازيد كمان البصل شوي. في ناس بتبرش البصلة، انا ما بحب ابرش البصلة، بحب بالعكس يعني البصلة تضلها هيك عم تقرش و تعطيها هيك طعمة اطيب. اوكي، رشة ملح، رشة كمون. الكمون هي يلي بتعطيها الطعم الطيبة. رح ازيد لها شوي كمون لانه انا بحب طعمة البهارات تظهر. عندي هون بابريكا حلوة، بابريكا حلوة يعني فليفلة حلوة، كمان عم كتر لها اياهم شوي. رح حط لها ملعقة صغيرة او نص ملعقة يعني رب البندورة، وكمان عبالي حرحرة شوي رح حط لها من هيدا دبس الفليفل الحار او محمرة. اذا بسوريا منقله محمرة، بلبنان دبس فليفل حار مثل اللي بنستعمله للكبة نية، بس الحر
او للحمة المدقوقة الحر. في نحنا بنعمل 2 منه، بنعمل حر وبنعمل حلو. اوكي، ورشة زيت نباتي او زيت زيتون، الاثنين بيمشي. هلا شوي رح جرب شغلة انا ما مجربتها من قبل، بس كذا حدا صار قايل لي عنها وصرت شايفتها وحاضرتها اكثر من مرة على اليوتيوب، انه هيدي الخلطة خلطة المناقيش، البندورة وبصل، بحطوا لها شوية كاتشب كمان. حتى في فرن مرة لاحظت كأنه فيها كمان طعمة كاتشب، فكرمال هيك قلت انه ممكن تكون هيدي الفكرة واردة، فكرمال هيك هاي المرة رح جربها. وهاي رشة كاتشب. بس تخلص بندوقها رح خبركن شو رأيي. اكيد اذا بتجربوها او بقلكن الغوة هيدي من الفقرة كلها وبلا هالتجربة. بس هلا نحنا ما كترنا، بظن ما كتير يمكن تعمل فرق، ويمكن تعمل فرق. انا مثل ما قلت لكم هاي اول مرة بجربها. هيك لحد هون هيدي خلطة البندورة وبصل، منقوشة البندورة وبصل صارت جاهزة. شفتوا ما اسهلها؟ اوكي، نجي هلا لنطبق خلطة الكشك. عنا مثل ما قلنا هون مية البندورة او عصير البندورة، وعندي كشك هون، كشك بلدي كمان معمول على الايد. هيدي تقريبا حطيت بدنا نقول كباية عصير بندورة. هلا الكشك عادة بيكون على التقدير، رح احط 3 ملاعق، هيدول بياخدوا 3 ملاعق ركض. وبدنا ننتبه لشغله انه الكشك مثل العجين بصير يعمل، يعني مع هيدي المي بصير يجمد. اوكي، هلا بنحط اول شي ببين رخو، هلا بنحرك كل ما هو بيجمد، يعني بياخد مي كتير وبياخد زيت بنشف. اوكي، ما فكر انه مية البندورة عصير البندورة حتكون كتيرة، لا. منقوشة الكشك عادة بنعملها بيكون في بقلبها بندورة وبصل. هلا المحلات اذا عم نشتريها خالصة احيانا بحطوا لها رب البندورة، بيكتفوا برب البندورة وبلا البصل. بس بالبيت نحنا لحتى تطلع طيبة ومزبوطة 100% بدنا نحط لها بصل وبندورة، هن يلي بيغنوا لها الطعمة. وزيت الزيتون، زيت الزيتون كتير بيعطيه طعمة كتير طيبة للكشك. هلا عجنب نفس البصل كمان يلي مقطعتهم حطيتهم عجنب، جهزتهم بصل مقطع صغير صغير، 3 ملاعق كشك مع كباية عصير بندورة. بناخده تقريبا بياخدوا 2 ملعقتين بصل مفروم فرم صغير ناعم. شفتوا كيف شو كان قصدي، قد ايه كانت مبينة انه في مي ورخوة. 3 ملاعق كافيين انه يجمدوا الكشك، وما طيب يكون كتير جامد، ما فينا نجمده كتير بالمنقوشة بيطلع بصير بفت مثل البودرة. هلا من بعد ما حطينا البندورة والبصل بدنا نزيد له شوية مطيبات. الكشك طيب يكون فيه نكهة حار، حزيد له بعد شوية بصل بتصور بكفي. كمان رح زيد له شوية دبس فليفلة الحرة او المحمرة. كمان ملعقة صغيرة رب البندورة، بحرك. هلا بغيروا له لونه شوي. زيت زيتون، في ناس بتصير ترخي بزيت الزيتون الكشك لما يطلع سميك. عادة انا بهارات ما بحط للكشك الا رشة بهار اسود، وهلا رح نحط رشة بهار اسود. نزل كتير، لا ماشي حالهم، ما كتير بينوا كتار، ماشي حالهم. نحركهم منيح. لحد هون خلطة الكشك صارت جاهزة، بس ناقصها اخر تاتش يلي بتعطيها الطعمة الكتير طيبة والمميزة، هي السمسم وحبة البركة.
قبل السمسم وحبة البركة انا نسيت احط الملح، رح احط مرقة وسط ملح ورشة صغيرة كمان لانه هو الكشك بيكون طعمته شوي حامض، ورح احط حبة البركة كتير بتعطيها طعمة طيبة حبة البركة للكشك. فينا نحطها بالاخر ونرشها على الوجه ما يكون بقلب الكشك، بس انا لانه ما رح اعمل العجينة بالبيت رح اخدهم على الفرن، فرح احط كل شي بقلبها، كون مجهزة كل شي بقلبها منها وفيها. وهاي خلطة الكشك صارت خالصة عنا، كمان جهزناها ومنحطها على جنب ونبلش بالسبانخ. السبانخ هون بعدني تركتها بهاي ضجات، ما رح نكتر لها ملح لانه مثل ما شفتوا نحن عصرناها بملح، فركناها منيح منيح، دعكناها ورجعنا عصرناها. هلا الملح راح منها بس انه مش كليا. وحطيت لها البصل الاخضر، رح احط لها رشة زيت زيتون شوي، رح احط لها شوية دبس الفليفل الحار، والاهم انه نحط لها رشة سماق، ملعقة هيك وسط كبيرة حرزان. السماق هو يلي بيعطيها الحموضة من دون ما نعصر لها حامض وتصير تاخد مي. في ناس بتحط ملح الليمون كمان بيمشي الحال، بس كمان بلا سماق بتكون ناقصة فطاير السبانخ، فالافضل دايما يكون عنا سماق. واكيد اكيد اذا كان السماق بلدي بكون غير شكل لانه ما بيكون داخله ولا الوان ولا شي بالمره. خليني هلا اخلطها منيح منيح لشوف اذا بعد ناقصها شي. اوكي، بعد ما خلطتها منيح زدت لها شوي صغيره، رجعت حار دبس الفليفل الحار، واللي رح زيده عليها هو رح احط شويه جبنه، رح اعملها مع موتزاريلا مبروشه. رح اعمل هاي المرة فطاير سبانخ مع جبنة ونجرب. نحن اكلين عادة بنعرف السبانخ مع جبنة بتركيا بيعملوها على خبز هيك مثل المرقوق او التنور، بيبقى طازة، بيكون في حدا عم يخبز طازة بالمطاعم، كتير كتير طيبة. بس طبعا هيديك الخبزة غير كليا، غير العجينة اللي هلا بدنا نعمل فيها الفطاير اللبنانية. هيديك العجينة بتبقى كتير رقيقة وبتشبه كتير عجينة الزيت بس رقيقة، فرح جرب نعمل ميكس لهاي الطعمة مع العجينة من عنا. هيك بتكون خلصت. كمان عنا هون خلطة السبانخ، حطيتها بهي ضجات حتى هيك تبين اكتر اوضح. يلا هلا خلونا نبلش بشو؟ بخلطة مناقيش الحار او المحمرة. مناقيش الحار هن عبارة عن محمرة، يلي هو فينا تكون مثل مونة. انا هاي هي المحمرة عندي، بوصي عليها بتنعمل بالبيت فليفلة حدة شوي حرة، كرمال هيك بنقلها مناقيش حار مثل ما شايفين. يعني هي من الفليفلة الحارة. بدنا نكتر لها طبعا، يعني حبة بندورة بدي احط لها 3 ملاعق وسط مليانين من المحمرة. المحمرة في ناس بتعملها بس محمرة مع زيت زيتون وبتدهنها على المنقوشة، انا لقيتها كتير اطيب لما اكسرها شوي مع بندورة وبصل، بس بصل ما عم حطه ني. البصل انا هون قشرت بصل وقليته شوي، دبلتهم على الغاز يعني منن نيين. لقيتها هيك عم تطلع اطيب من انها تكون نية. بصل عادي ابيض يابس. كمان بياخد بصلة، كمان سهل كتير ما بدها شي ابدا، بندورة ومحمرة وبصل، فيكن ني وفيكن مدبل على الغاز مقلى شوي صغيرة مثل ما انا عملته، مع رشة زيت زيتون وشوية حبة البركة، وما بنحط له ولا شي بهارات نهائيا. هيدي زيت الزيتون، هاي مش رشة هاي اكتر. اوكي، وهاي حبة البركة كمان. خليني اكون مخلصة كل شي.
رح احط لها شوي صغيره ملح، لانه التبس المفليفله او المحمره بيكون فيها ملح، لانه هي نوع من المونه، فلحتى تضاين وقت اكتر بيستعملوا لها ملح زياده. وهي منقوشة الحار صارت جاهزة كمان. شوفوا ما اسهلها، ما بخبركن قد ايه طيبة. في ناس بتحط لها جبنة، في ناس بتحطها على جنب منقوشة الجبنة، بس بنصحكم كتير تجربوها هاي لانها سوبر طيبة. واخيرا وليس اخرا منقوشة الزعتر، يلي هي اقوى منقوشة بالعالم واطيب منقوشة، يلي هي الزعتر اللبناني البلدي، يلي هو زعتر بري مجفف، وهيدا ما بيكون مطحون على المكانات على الايد، او في ناس بتدقه على البلاطة وبنحمص له سمسم، وكل ما كترنا السمسم كل ما كان اطيب، وداخل له اكيد ملح وشوية سماق. هيدا هو الزعتر اللبناني. وللمنقوشة بنستعمل هيدا الزعتر مع شوية زيت نباتي مش زيت زيتون، لأنه زيت الزيتون بيحرق على الفرن، فالأفضل نستعمل زيت نباتي. نخلطها مع الزيت وهيك بتكون جاهزة وتمام التمام لأطيب منقوشة زعتر. هدول خلطاتنا صاروا جاهزين، رح فرجيكم اياهم 4 خلطات جاهزين حد بعض، وبرجع بدي اجهزهم بعلب بلاستيك واخدهم معي على الفرن حتى يعمل لي اياهم مناقيش، لانه ما عندي وقت اليوم اعمل العجينة، فهي زيتها خلينا نعملهم بالفرن. وهلا هيدول هن خلطاتنا، اطيب 4 أو 5 خلطات لمناقيش لبنانية او معجنات لبنانية. هيدي السبانخ مع الجبنة، فطاير سبانخ فيها تكون بلا جبنة، هيدي الجبنة هلا اضافة مني. مناقيش الزعتر اللبناني مع مناقيش الكشك، كمان خلطة الكشك مع حبة البركة والسمسم. وهون مناقيش المحمرة او المناقيش الحر، هيدي كتير 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 طيبة. ومناقيش البندورة وبصل اكيد لما نعمل مناقيش ما فينا بلا بندورة وبصل. هيدول اطيب خلطات للمناقيش اللبنانية، بنصحكم تجربوها. وبس نخلص رح فرجيكم، ويا ريت في يدوقكم، بس لما تجربوها انتو خبروني. ناقص لك شيء هون؟ تمام. خلص انت مثل ما بدك.
هيدول المناقيش صاروا جاهزين وخالصين غير شكل. هيدي مناقيش الحار، هاي مناقيش الزعتر، منقوشة الكشك، وهيدي البندورة وبصل. كتير طيبين هيدول الخلطات، بنصحكن تجربون أكيد مع لبنة، زيتون، مكدوس، كبيس، أي شي. وألف صحة إذا جربتون وحبيتوهن. كمان ضلكن اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب حتى تضل تشوفوا خلطاتي ووصفاتي وطبخاتي اللي بعملها كل يوم بالبيت مثل ما هي.